بنبدأ أولى ندواتنا في المهرجان القومي للمسرح في دورته ال16، والنهاردة حضرتك الفنان القدير محمد أبو داوود منورنا طبعا في أولى الندوات. أنا الحقيقة مش عارفة أقول الفنان ولا المخرج محمد أبو داوود. أول حاجة عايزة أتكلم مع حضرتك عن شعورك بالتكريم بما أن حضرتك من المكرمين السنة دي في المهرجان. المهرجان القومي للمسرح المصري ده بيتي، لأن ده بيت كل المسرحيين، فبتبقى سعادة غامرة إن أنا بتكرم في بيتي. يعني أنا في البداية والنهاية محسوب كرجل مسرح. طيب، بما ان الدورة ال16 السنة دي باسم الفنان الكبير عادل إمام، عايزة أسأل حضرتك عن علاقتك بداخل الفن وخارج الفن كمان. زعيم عادل إمام اللي هذه الدورة بتحمل اسمه. عادل فنان مصري كبير، رمز من رموز الفن المصري. كان لي الحظ ان انا اشتغلت معاه كتير، عدة اعمال سينمائية، واشتغلت معاه على خشبة المسرح لمدة 10 سنوات متصلين في بودي جارد. طبعا في كتاب لحضرتك، كنت عايزة أسأل عن حضرتك عن رأيك في الكتاب وتفاصيل التعاون ما بين حضرتك وما بين الكاتب محمد ثابت. اللي كاتب عن الحقيقة صديق أعرفه من مدة طويلة جدا، هو كاتب وشاعر، فالحمد لله قدرنا نوجز جزء يعني، ويمكن الجزء اللي أوجزناه يمكن هو خاص أكتر بالمسرح وبشغلي كمخرج أكتر. يمكن ما ذكرتش كتير أو هو ما كتبش عن سواء أعمالي، ما يبقاش في إطالة في الكتاب، يعني إن اتكلمنا أكتر عن الجزء المسرحي. تمام. طيب، بالنسبة بقى لجزء الإخراج، يعني عايزة أعرف إيه الأسباب اللي خلت حضرتك تبتعد عن الإخراج؟ أنا آخر عرض أخرجته اللي هو مولد سيدي المرعب في سنة 2010، كان هيستمر في 2011 ويتصور، بس حصل اللي حصل بقى في 25 يناير 2011. من قبلها وأثناء أنا الحمد لله كنت بشتغل في المجالات الأخرى، سواء في السينما أو في التلفزيون، فطبعا ما بقاش متاح قدامي إن أنا أعمل مسرح كما ينبغي، خاصة إن الحمد لله إن أنا قدمت في مشواري يعني ال20 مسرحية قدمت فيهم أعمال كثيرة كانت مهمة لكبار نجوم مصر. مطلوب مني بقالي أكتر من سنتين بيطلب مني إن أخرج، مديش استعداد إن أخوض التجربة إلا لو كنت هقدم أفضل مما قدمت. إيه الفرق ما بين المسرح دلوقتي والمسرح قديما؟ رائد في المنطقة العربية كلها. كان المسرح بيبقى له دور، وكان له دور سياسي معروف، يعني مش هقدر أتكلم في كل التاريخ. دايما ما بين المسرح مد وجزر 3-4 سنين بدأ يبقى فيه نشاط جيد للمسرح، بدأ يبقى فيه أفكار جيدة للمسرح، بدأ يبقى فيه صرف جيد، خاصة سواء من القطاع الخاص أو العام. في تاريخ حضرتك الفني كله، إيه الشخصية اللي أقدر أقول للفنان محمد أبو داوود لسه متأثر بيها أو متعلق بيها لحد دلوقتي، وإيه الشخصية اللي حضرتك تحب إنك تقدمها؟ لا الحقيقة ما أقدرش أقول شخصية واحدة متأثر بيها. نفسك إنك تجسدها أو تقدمها؟ كينج لير، الروايات العظيمة، شخصية ثرية. طيب، قبل ما ننهي اللقاء عايزة كلمة من حضرتك عن المهرجان بقى. الدورة مبشرة، هي لسه في أولها، مبشرة جدا جدا جدا، وفيها تطور عما سبق، وإنها تبقى أجمل وأجمل وأجمل. شكرا جزيلا الفنان محمد أبو داوود، بتمنى لحضرتك كل التوفيق. شكرا. شكرا جزيلا. أستاذ صفوت حجازي، مدرب ورشة الإدارة المسرحية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أنا عايزة أبدأ مع حضرتك بس الأول كده في عدد المشاركين أو المتدربين في الورشة، كانوا قد إيه؟ اخترتوهم على أساس إيه؟ هم عددهم 40
متدرب، وكان داخل ناس كتير قوي، فاحنا اخترناهم كده عشوائي من الحاجات اللي بعتوها. ده بيشتغل كذا، ده خريج كذا، ده بيحب الحكاية ديت. فده بدأنا نختار الناس اللي مهتمة بجد انها تيجي الورشة او الورشة المجمعة اللي فيها الاخراج والسينوغرافيا، الديكور والاضاءة والإدارة المسرحية. طب احنا عايزين نتكلم بطريقة يعني أوضح عن مفهوم الإدارة المسرحية، لأنه في كتير ممكن ما يكونوش عارفين يعني إيه إدارة مسرحية. تمام. إدارة المسرحية وبيديرها مجموعة من المساعدين ولهم كبير اسمه مخرج منفذ. دلوقتي بعض الورش اللي هي مثلا زي التمثيل، الإلقاء، اللي بيبقى يعني الورش اللي هي بيبقى فيها تدريبات او تمارين، بالنسبه للاداره المسرحيه انتوا بتعملوا فيها ايه؟ في حاجه معينه، في تدريبات، في حاجه بتطلب منهم؟ بنكتب مسرحيه وهم اللي هيكتبوها، عباره عن ربع ساعه، والمسرحيه دي يبداوا يتدربوا فيها عملي. الاداره المسرحيه حاجه عمليه، ما تنفعش محاضرات وكلام وبتاع، لان ممكن ياخد الكلام وخلاص. انما احنا قلنا وشرحنا وهننفذ ده عملي. استوعبته ولا لا؟ نعيد تاني لغايه ما نستوعبه، ونقدر نعمل كوادر من الناس دي تنفع تشتغل اداره مسرحيه. اهم شيء في نجاح المسرحيه الباك ستيج، الاداره المسرحيه، الناس اللي مشغله ازاي يبقى ناجح، وازاي دقيق جدا وتركيزه في الدخول وخروج الناس، ومحافظه على الكواليس وهدوء الكواليس وفضيان الكواليس، وازاي الناس تبقى ماشيه بحريه، وازاي ما يبقاش فيه تكتلات ولا صوت، ازاي اريح الممثل على المسرح بعلاقاتي على خشبه المسرح من بره. داخل الكواليس انا ما بقتش صفوت حجازي، انا بقيت راجل من ضمن الناس اللي موجوده في المسرحيه. يعلى في مولد يبقى انا واحد من بتوع المولد، لو بيت انا واحد من البيت، اب اخ كبير، واقعد انده الناس اساميهم في المسرحيه عشان اديهم معايشه اكتر، يبقى داخل وعايش الشخصيه فيقدر يبقى مرتاح ويشتغل. طب النهارده في محاضره النهارده في ورشه حضرتك كان ضيفنا الفنان سامح حسين، يعني كلمنا عن تفاصيل دعوته ومشاركته النهارده. والله هو انا لقيته بيكلمني، وطبعا انا اشتغلت معاه روايتين، المتفائل ومقتنع بيا قوي، وحاسس ان انا عملت له اضافه في العروض ديت، بحيث ان انا حافظت له على المسرحيه من يوم ما اتعملت. اول يوم مثلا متفائل عملنا 180 ليله ما اتغيرتش ثانيه، يعني بنفتح الساعه 9 بنقفل الساعه 12، نفتح الساعه 8 نقفل الساعه 11، ما فيش جمله زادت، ما فيش حد يلخبط ولغوش وعمل له، لا الشغل عامل بالمسطره بالدقه زي ما المخرج عملها اول يوم، زي ما احنا سلمنا له العرض اخر يوم بنفس الدقه ونفس الحلاوه. يعني انت كده هتعمل لي قيمه؟ قال لي لا، انت قيمتك اكبر من كده، بس لازم اجي. فقلت له تشرفنا. قال لي ممكن اجي يوم الخميس؟ تشرفنا طبعا، احنا موجودين. وجي على هذا الاساس. يعني أستاذ صفوت حجازي مدرب ورشة الإدارة المسرحية، أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق. أنا شكرا بشكرك جدا. ما زلنا في متابعة لفعاليات مهرجان المسرح المصري، وسيبنا نفسنا يعني من أول ما بدأ العرض سيبنا نفسنا. عرض سيب نفسك للمخرج الكبير جمال ياقوت، عايزين نتكلم عن العرض. هو الحقيقة العرض أصلا متاخد مع نص أسباني للكاتب الأسباني مارك إيخيا، وترجمته الدكتورة نبيلة حسن ضمن مجموعة من النصوص الميكرو تياترو اللي اتنشرت في مجلة المسرح. والحقيقة احنا اشتغلنا بقالنا 3 سنين بنشتغل على نوع هذا النوع الدرامي يعني الجديد اللي هو الميكرو تياترو، وعملنا 3 ملتقيات منه. عجبتني فكرة النص جدا
قلت لك النص كان زمنه حوالي من 10 دقائق ل 12 دقيقه، فطبعا قعدت كتبته مره تانية وعملت عليه شغل دراماتورجيا النص وقدمنا العرض ده. ولانه مونودراما فالحقيقه انه كان لازم انه يكون في تنويعات في العرض تخلي الجمهور وهو قاعد ما يزهقش، لان المونودراما ممثل واحد، فلو احنا قعدنا 10 دقائق حتى وهو ممثل واحد اللي بيتكلم الناس هتزهق. فاشتغلنا بقى في الاخراج وفي الدراماتورجيا النص عشان نعمل ميدياز جديده يعني. كان في فعلا اعاده صياغه، يعني كل حاجه كانت في العرض تدل على انها طالعه من قلب قوي واحدة مصرية ومعاناتها وأحلامها وطموحاتها، فده أكيد خد من حضرتك وقت كبير يعني. هو الحقيقة أنه أنا اشتغلت النص نفسه عشان نعمل له إعادة الكتابة كان يعني حوالي أسبوعين وخلصناه بشكل كويس مبدئي. بس احنا مع الشغل نفسه بدأنا نطور الافكار، يعني شغل مع فاطمه كممثله الحقيقه هي تعبت جدا، لان احنا لما ندخل في العرض بقى 5 اغاني ورقصات 4 رقصات، والعرايس دي كانت يعني والعرايس كمان طبعا. العرايس الحقيقه انه الحكايه دي حكايه قديمه جدا، انا كنت قريتها زمان، مش انا اللي مالفها، كنت قريتها زمان وعجبتني، فاحنا وظفناها جوه العرض. الحقيقه انه اللي سمح لنا ان احنا نعمل ده هي القماشه بتاعت النص. النص فكرته ان هي واحده بتساهي واحد عشان تعدي الساعه اللي فاضله من ورديتها، فبتساهي واحد دي كلمه سحريه اعطتني انا فرصه كبيره جدا جدا ان انا احط حاجات حتميه ودراميا ما تبانش كانها حاجات مرصوصه جنب بعضها. ابهرتينا وفرحتينا وعيطتينا وخليتي فيه مشاعر كتير مختلطه، خليتي الناس مش عايزه تمشي. انا عايزه اعرف انت ازاي عملتي ده؟ مش عارفه. اكيد بصي، هي برضو مجموعه خبرات كتير. انا بشتغل مسرح بقالي دلوقتي 35 سنه بالظبط، 35. وانا عمري 18 سنه، فاكيد خدت خبرات، زائد انه اعتقد انه لما بيبقى حياه الفنان مليانه معاناه بتطلع في الثلث الاخير من عمره بيطلع كل معاناه العمر. فاعتقد ان انا في السن بتاع تخريج كل معاناه الرحله، فيمكن وقله ان انت ما بتمثليش. انا ما بمثلش، يعني اكتر حاجه انا مركزه عليها في العرض ده اني ما امثلش. العرض ده ما يستحملش تمثيل، العرض ده عايز صدق شديد ومعايشه. وعموما دي المدرسه اللي انا بشتغل منها طول عمري، مدرسه المعايشه. طبعا النص الاصلي ما كانش فيه يعني حاجات كتير زي الاغاني زي العرايس، كل الحاجات دي تعتبر مدخلات واعاده صياغه للعرض. ازاي تعاملتي معاها انت؟ يعني في الاساس معروفه كمغنيه اكتر من كونك كممثله، والنهارده انت مش بس كنت ممثله، انت ممثله وراقصه ومحركه عرايس وحاجات كتير قوي. يعني المشهد العروسه الاخير بتاع التحرش ده اثر فيكي؟ صدقتي؟ انا ما حركتش عرايس قبل كده، بس هرجع اقول ان اي فنان عنده يعني مشاعر يعرف يعمل يوصلها، توصيل من خلال الغناء، توصيل من خلال الرقص، التوصيل من خلال التمثيل، التوصيل من خلال العرايس. كل دي فنون مسرحيه اضافها الدكتور جمال ياقوت للنص الاصلي ايمانا منه بمواهبي. عايزاكي تقولي كلمة أخيرة بخصوص المهرجان كعرس فني للمسرحيين بشكل عام، بيعرض حصاد السنة كلها لكل المسرحيين. طبعا يعني مما لا شك فيه انه اهم مهرجان في مصر واهم مهرجان في الوطن العربي، وفعلا انت زي ما قلتي هو الفرح بتاع المسرحيين، واليوم اللي هو يعني ايه يعني بيتجمع كل المسرحيين، بيتجمع كل الأعمال، كل الأنشطة المسرحية على مستوى أصول الثقافة والجامعات والبيت الفني للمسرح وحتى الكنائس يعني كل الناس بتقدر تيجي. بنعرض كم كبير من المسرحيات، وده بيبقى دليل على ان مصر زاخرة وعامرة ومليانة ومتفجرة بالطاقات والإبداعات يعني. ويعني شيء مشرف، احنا يمكن الدولة العربية الوحيدة اللي عندها كل هذا الكم من الأعمال المسرحية، حاجة مشرفة جدا يعني. احنا بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق. ميرسي ليك، كل سنة وانتم طيبين، وكل مهرجان والمسرح المصري بألف خير.
بوسطة اسمه من الوهلة الأولى نعتقد إنه مجرد جواب، بس لما نشوف العرض نلاقي الموضوع أعمق من كده بكتير، يناقش قضايا عدة وعلاقات إنسانية متعددة. ممكن تكلمنا عن التفاصيل بتاعة العرض؟ قلت لهم تعالوا يا جماعة، أنا لقيت جواب كانت بعتها والدتي لوالدي زمان لما كان هو بيشتغل خارج القاهرة، وهي بعتت له الجواب مكتوب في 5 صفحات، وال5 صفحات دول مليانين مشاعر. يعني كمية الأفكار اللي طلعوها جوه خلتني منبهر. وانا بحب غير مناقشه القضايا كمان، يعني في قضايا اوريدي يعني معايشينها وتم مناقشتها في العرض طبعا، زي الغارمات وزي الهجره الغير شرعيه وزي في حاجات كتير، يعني قضايا كثيره موجوده مطروحه، التنمر والغيره على الوطن وفي اللحظه الاخيره دي بنتكلم كمان على هم بيوجهوا رساله، بيقولوا احنا بنتعلم فن ليه؟ رسالة الفن نفسه طبعا يعني. بيقولوا احنا بنتعلم الفن ليه، واحنا بنتعلم الفن في بلد عظيم الفن فيه كان هو المنارة لكل اللي حواليه، والفن فيه عمره ما يموت. العرض ده انت خرجت من خلاله حوالي 40 فنان وفنانة، يعتبر ممكن جزء كبير منهم اول مرة يشاركوا في مهرجان قومي للمسرح المصري، يعني بوابة جديدة فتحتها ليهم. يعني انا فخور جدا، يمكن اكتر كمان من الحاجات اللي انا بعملها في عالم الاحتراف وحتى من الاماكن التانية، معنى ان هم يقدموا عرض مدته 1.5 ساعة، عرض منضبط، وعرض هم مصدقين اللي بيقولوه، وعرض هم اللي مرتجلين اللي بيقولوه، دي حاجة كبيرة قوي. انا بالنسبة لي فخر كبير ان انا قدرت اوصلهم للمرحلة دي، وان هم يشاركوا في المهرجان القومي للمسرح المصري ويقفوا على خشبة مسرح السلام. يعني تم مناقشة عدة قضايا وافكار بديكور بسيط وملابس بسيطة، وقدروا برضو يجسدوا المشاعر والافكار وحتى المزيكا اللي كان فيها نوستالجيا شوية. انا هقول لك حاجة، انا طول عمري في الورش الفنية ببقى ورا الممثل مش قدامه، يعني قدامه اعمل له بقى ديكورات كتير وملابس كتير واضاءات كتير ومزازيك كتير وبتاع، فتبقى انت مخبيه في الواقع. فانا ما بحبش اعمل كده. دايما زي ما انت شايفه هنا عمرو عبد الله هنا عامل الاظرف اللي احنا قاعدين عليها، ده ظرف وعليه ختم ووراه جوابات محطوطه وراهم على كل الكواليس وعلى الخلفيه. ده يعتبر السهل الممتنع، زي ده اللي انت بتتفرج عليه طول بالظبط. يعني انت بتدي صوره، احنا بنتكلم يا جماعه عن البريد، ورانا صندوق بريد وحوالينا خطابات وعلى الارض ظرف كبير، واللي احنا قاعدين عليه برتكابلات دي شبه مجموعه رسائل مربوطه ببعض كده وبس، مفيش حاجه تانية. مين بقى البطل؟ هم الممثلين. انا عايزه اقول اخيرا شعور خالد جلال عندما يكون مخرجا، ليس رئيس القطاع الانتاج الثقافي، ليس عضو لجنه تحكيم، ليس رئيس لجنه تحكيم، لها احساس خاص طبعا. يعني انا حظي كده ان انا طول عمري من اول ما بدا المهرجان ده، انا كنت رئيس المهرجان ده، كان رئيسه الدكتور اشرف زكي، وكنت انا مدير المهرجان ده اول 4 دورات. وبسبب ان انا طول الوقت في عمل اداري، وان انا طول الوقت لا اما في اللجنه العليا، لا اما في رئيس قطاع الانتاج، لا اما رئيس قطاع صندوق التنميه الثقافيه، لا اما رئيس البيت الفني للمسرح، فعمر ما اتقيمت جوه المهرجان القومي للمسرح كمخرج. يعني دايما اللجنه تيجي تقدم ولادك بس. الراجل ده بره التقييم، الراجل ده ما ينفعش يكون جوه التقييم لان هو في مكان اداري. فبشعر باحساس جميل ان انا بقدم، ان انا هنا برضو ورا الناس مش قدامهم. ان شاء الله يعني بكل التوفيق يا استاذ خالد. وهو يعني لقب الجواهرجي ده مش من فراغ الحقيقه. ربنا يخليكي، وانا بشكرك، وانا سعيد ان انا بتكلم معاكي، لان انت مش بس بتكتبي كويس وفنانه تشكيليه عظيمه، لكن كمان اكتشفنا النهارده انك مذيعه عظيمه كمان. شكرا. سارة وائل نور، حابين نعرف تفاصيل مشاركتك في العرض اكتر. بصي، انا طالعه في دور واحده متجوزه واحد بتحبه جدا، وبيحصل حادثه وبتموت هي وبتسيبه، فهو بيبقى قاعد متضايق جدا ومحتاج ان هو يخلص من حياته وينتحر. فهي بتطلع له في الحلم وبتقول له لا ما تنتحرش، وان الحياه اديتك يعني ربنا اداك فرصه تانية للحياه وكده. واحنا العرض كله بيتكلم عن الرسائل عموما،
فان الرساله مش لازم تبقى من اتنين عايشين مع بعض، ممكن حد بيبعت رساله لحد ميت او لربنا او كده يعني. العرض كله عباره عن ورشه ارتجال. انتوا ناقشتوا قضايا بعينها في خلال هذه الورشه، ممكن تكلمني اشمعنى القضايا دي بالذات اللي انتوا اخترتوها؟ هو حقيقي دايما كان الاستاذ خالد بيقول لنا انت عايز تقدم فن، قدم فن هادف، قدم فن يفهمه المجتمع وقدم رسائل من خلال الفن ده. فحاولنا احنا تقريبا سنه ونص بنشتغل على ايه القضايا اللي موجوده دلوقتي، ايه القضايا اللي ممكن ان الناس تستوعبها وتوصل لهم رساله، توصل لهم المشكله وحلها من خلال السكتشات اللي احنا عملناها. مازن بوشناق، العرض كان فيه فرايتي كبير قوي في مناقشه قضايا كتير قوي وعلاقات انسانيه متعدده، انا عايزاك تكلمني عن هذه العلاقات. يعني هو اول حاجه انا احب اشكر جدا دكتور خالد على المجهود الفظيع اللي بذله في ان احنا نعرف نطلع، كل واحد ممكن يطلع بكذا شخصيه وباداء احسن في كل شخصيه بيعملها. واحلى حاجه في العرض ان هو يعني كل سكتش من السكتشات بيناقش قضيه معينه موجوده في الزمن اللي احنا فيه، موجوده في مصر. والحلو ان مش بنناقشها بطريقه مش لذيذه، لا احنا بنناقشها بطريقه يعني لطيفه تبقى حلوه بالنسبه للجمهور. اسلام غريب، انت قمت ب3 ادوار في العرض المسرحي بوسطة، التنقل ما بين كل شخصيه وشخصيه في خلال عرض واحد بيتهيألي ده مرهق قوي على الفنان، انت ممكن تكلمنا عن ده؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ خالد انا اولا بوجه له الشكر، لان انا استاذ خالد كان حلم ان الواحد بس يكون معاه، والحمد لله اتعلمت معاه كل حاجه، الارتجال والكتابه وان احنا نفصل من بين شخصيه والتانيه. هادف مصطفى، انت كان ليك دورين في المسرحيه ما بين الشهيد وما بين الهجره غير الشرعيه، قضيتين مهمين عايزاك تكلمني عنهم اكتر في المسرحيه. والله الحقيقه هو موضوع الهجره غير الشرعيه موضوع مطروح على الساحه، ولسه كان عندنا حادثه قريب بتتكلم عن الموضوع ده، فحسينا باهميه مناقشه الموضوع ده. وطبعا دكتور خالد جلال تحمس جدا للفكره وقال ده من القضايا المطروحه المهمه، فشجعنا الحقيقه وتعاون معانا وعمل لنا صياغه حلوه قوي زي ما حضرتك شفتي كده، والحمد لله المشهد طلع زي ما انتم شفتوا وحسينا ان الفيدباك كان كويس. انت شاركت قبل كده في التلفزيون وشاركت في عروض اخرى، لكن اكيد المهرجان القومي للمسرح المصري لما تكون مسابقه رسميه اكيد هيبقى ليها طعم خاص، ممكن تكلمنا عن المشاركه دي؟ والله كل اللي اقدر اقوله لك يعني اللي انا وسط عمالقه واساتذه كبيره جدا بتتفرج علينا، فكل اللي انا عملته بصراحه اللي انا ركزت في الدور بتاعي كويس قوي، وابتديت اللي انا اذاكر الكاركتر بتاعتي، واهتميت بالتفاصيل، واهتميت اللي انا ابقى واقف على خشبه المسرح بطريقه بروفيشنال، عشان خاطر هم حتى لما يشوفوني يقولوا على الاقل الممثل ده تعب، واكيد احنا بنتعلم منهم كلهم. مناقشه القضايا اللي تم مناقشتها في العرض، ممكن تكلمينا اكتر عنها؟ هنتكلم على قضايا مهمه جدا زي مثلا التنمر، ان التنمر مش بس ان انا اقول لك كلمه تجرحك دايركت، ممكن اقول لك كلام كتير قوي من خلال كلامي يجرحك، فده من اكتر الرسائل المهمه. اختيارات القضايا نفسها ممكن تكلمينا اكتر عنها؟ انتوا ليه عملتوا يعتبر فوكس على قضايا بعينها؟ ايه سر الاختيارات دي؟ بدايه هكلمك على الاطار اللي هو اسم العرض بوسطة، عشان احنا افتقدنا طبعا حاجات كتيره ضاعت، منها الجوابات، دلوقتي بنكتفي بمسج على الموبايل حتى لو فرحه حزن وكده، فطبعا كاطار عرض وملم بيه مجموعه سكتشات مختلفه فيها قضايا كتير، قضيه الرفق بالحيوان، ان احنا ازاي بنتعامل مع الحيوانات، دول ما بيقدروش طبعا ليهم لغه اللي احنا نسمعها ونفهمها. نادر، دي اول مشاركه ليك تحصل في المهرجان القومي للمسرح المصري، ايه شعورك ناحيه ان اول مشاركه ليك تبقى في مهرجان بالحجم ده؟ والله يعني انا فخور جدا باللي حصل، وفخور جدا بالتجربه. طبعا دكتور خالد جلال يعني حلم لاي حد ان هو يشارك معاه في حاجه او يخش معاه حتى في عمل صغير، فالحمد لله يعني ان اول مره كانت كبيره وشاركت في مسرحيه كبيره الحمد لله، فمبسوط يعني. حلو قوي. انت قلت دورك عن الشخص المتطفل، هو العرض ناقش عموما قضايا انسانيه كتير قوي وعلاقات انسانيه كتير قوي، كلمنا عن التفاصيل دي، ازاي انتوا قعدتوا وكتبتوا ونفذتوا الافكار دي؟ فتره كده استاذ خالد قال لك احنا هنشتغل على موضوع البوست اللي هو الجوابات، اللي دي حاجه جميله الناس كلها ما بقتش موجوده دلوقتي بتنزل كله السوشيال ميديا، بتبعت رساله ومش عارف ايه واس ام اس، لا حته
الجواب اللي انت كنت بتنزل تجيب ورق او قلم وطبع بوسطه وظرف وبريد، دي حاجه يعني الناس نفسها قوي، دي كانت حاجه جميله والمفروض كنا يعني من بدري نفكر بيها الناس، وجاي الوقت اللي احنا نفكر بالناس بالعرض بتاعنا، عرض جميل، عرض وسط. النهارده بنبدأ أولى ندواتنا في المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشرة، والنهارده حضرتك الفنان القدير محمد أبو داوود منورنا طبعا في أولى الندوات. أنا الحقيقة مش عارفة أقول الفنان ولا المخرج محمد أبو داوود. أول حاجة عايزة أتكلم مع حضرتك عن شعورك بالتكريم بما أن حضرتك من المكرمين السنة دي في المهرجان. المهرجان القومي للمسرح المصري ده بيتي، لأن ده بيت كل المسرحيين، فبتبقى سعادة غامرة إن أنا بتكرم في بيتي. يعني أنا في البداية والنهاية محسوب كرجل مسرح. طيب بما ان الدورة السادسة عشرة السنة دي باسم الفنان الكبير عادل إمام، عايزة أسأل حضرتك عن علاقتك بداخل الفن وخارج الفن كمان. زعيم عادل إمام اللي هذه الدورة بتحمل اسمه. عادل فنان مصري كبير، رمز من رموز الفن المصري. كان لي الحظ ان انا اشتغلت معاه كتير، عدة اعمال سينمائية، واشتغلت معاه على خشبة المسرح لمدة 10 سنوات متصلين في بودي جارد. طبعا في كتاب لحضرتك، كنت عايزة أسأل عن يعني حضرتك عن رأيك في الكتاب وتفاصيل التعاون ما بين حضرتك وما بين الكاتب محمد ثابت. اللي كاتب عن الحقيقة صديق أعرفه من مدة طويلة جدا، هو كاتب وشاعر، فالحمد لله قدرنا نوجز جزء يعني، ويمكن الجزء اللي أوجزناه يمكن هو خاص أكتر بالمسرح وشغلي كمخرج أكتر
يمكن ما ذكرتش كتير او هو ما كتبش عن سواء اعمالي، ما يبقاش فيه اطاله في الكتاب، يعني ان اتكلمنا اكتر عن الجزء المسرحي. تمام. طيب بالنسبه بقى لجزء الاخراج، يعني عايزه اعرف ايه الاسباب اللي خلت حضرتك تبتعد عن الاخراج؟ أنا آخر عرض أخرجته اللي هو مولد سيدي المرعب في سنة 2010 كان هيستمر في 2011 ويتصور، بس حصل اللي حصل بقى في 25 يناير 2011. من قبلها وأثناء أنا الحمد لله كنت بشتغل في المجالات الأخرى سواء في السينما أو في التلفزيون، فطبعا ما بقاش متاح قدامي إن أنا أعمل مسرح كما ينبغي، خاصة إن الحمد لله إن أنا قدمت في مشواري يعني ال20 مسرحية قدمت فيهم أعمال كثيرة كانت مهمة لكبار نجوم مصر. مطلوب مني بقالي أكتر من سنتين بيطلب مني إن أنا أخرج، مديش استعداد إن أخوض التجربة إلا لو كنت هقدم أفضل مما قدمت. إيه الفرق ما بين المسرح دلوقتي والمسرح قديما؟ رائد في المنطقة العربية كلها. كان المسرح بيبقى له دور، وكان له دور سياسي معروف، يعني مش هقدر اتكلم في كل التاريخ. دايما ما بين المسرح مد وجزر 3-4 سنين بدأ يبقى فيه نشاط جيد للمسرح، بدأ يبقى فيه أفكار جيدة للمسرح، بدأ يبقى فيه صرف جيد خاصة سواء من القطاع الخاص أو العام. في تاريخ حضرتك الفني كله، إيه الشخصية اللي أقدر أقول الفنان محمد أبو داود لسه متأثر بيها أو متعلق بيها لحد دلوقتي، وإيه الشخصية اللي حضرتك تحب إنك تقدمها؟ لا الحقيقة ما أقدرش أقول شخصية واحدة متأثر بيها. نفسك إنك تجسدها أو تقدمها؟ كينج لير، الروايات العظيمة، شخصية ثرية. طيب قبل ما ننهي اللقاء عايزة كلمة من حضرتك عن المهرجان بقى. الدورة مبشرة، هي لسه في أولها، مبشرة جدا 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 وفيها تطور أما سبق، وإنها تبقى أجمل وأجمل وأجمل. شكرا جزيلا الفنان محمد أبو داود، بتمنى لحضرتك كل التوفيق. شكرا. شكرا جزيلا. أستاذ صفوت حجازي مدرب ورشة الإدارة المسرحية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أنا عايزة أبدأ مع حضرتك بس الأول كده في عدد المشاركين أو المتدربين في الورشة كانوا قد إيه؟ اخترتوهم على أساس إيه؟ هم عددهم 40 متدرب، وكان داخل ناس كتير قوي، فاحنا اخترناهم كده عشوائي من الحاجات اللي بعتوها، ده بيشتغل كذا، ده خريج كذا، ده بيحب الحكاية ديت، فده بدأنا نختار الناس اللي مهتمة بجد انها تيجي الورشة او الورشة المجمعة اللي فيها الاخراج والسينوغرافيا، الديكور والاضاءة والإدارة المسرحية. طب احنا عايزين نتكلم بطريقة يعني أوضح عن مفهوم الإدارة المسرحية، لأنه في كتير ممكن ما يكونوش عارفين يعني إيه إدارة مسرحية. تمام. إدارة المسرحية وبيديرها مجموعة من المساعدين ولهم كبير اسمه مخرج منفذ. دلوقتي بعض الورش اللي هي مثلا زي التمثيل، الإلقاء، اللي بيبقى يعني الورش اللي هي بيبقى فيها تدريبات او تمارين، بالنسبه للاداره المسرحيه انتوا بتعملوا فيها ايه؟ في حاجه معينه، في تدريبات، في حاجه بتطلب منهم؟ بنكتب مسرحيه وهم اللي هيكتبوها، عباره عن ربع ساعه، والمسرحيه دي يبداوا يتدربوا فيها عملي. الاداره المسرحيه حاجه عمليه، ما تنفعش محاضرات وكلام وبتاع، لان ممكن ياخد الكلام وخلاص، انما احنا قلنا وشرحنا وهننفذ ده عملي. استوعبته ولا لا؟ نعيد تاني لغايه ما نستوعبه ونقدر نعمل كوادر من الناس دي تنفع تشتغل اداره مسرحيه. اهم شيء في نجاح المسرحيه الباك ستيج، الاداره المسرحيه، الناس اللي مشغله ازاي يبقى ناجح، وازاي دقيق جدا وتركيزه
في الدخول وخروج الناس، ومحافظة على الكواليس وهدوء الكواليس وفضيان الكواليس، وازاي الناس تبقى ماشية بحرية، وازاي ما بقاش فيه تكتلات ولا صوت، ازاي اريح الممثل على المسرح بعلاقاتي على خشبة المسرح من بره. داخل الكواليس انا ما بقتش صفوت حجازي، انا بقيت راجل من ضمن الناس اللي موجودة في المسرحية. يعلى في مولد يبقى انا واحد من بتوع المولد، لو بيت انا واحد من البيت، اب اخ كبير ابي، واقعد انده الناس اساميهم في المسرحيه عشان اديهم معايشه اكتر، يبقى داخل وعايش الشخصيه فيقدر يبقى مرتاح ويشتغل. طب النهارده في محاضرة النهارده في ورشة حضرتك كان ضيفنا الفنان سامح حسين، يعني كلمنا عن تفاصيل دعوته ومشاركته النهارده. والله هو انا لقيته بيكلمني، وطبعا انا اشتغلت معاه الروايتين، المتفائل ومقتنع بيا قوي، وحاسس ان انا عملت له اضافه في العروض ديت، بحيث ان انا حافظت له على المسرحيه من يوم ما اتعملت. اول يوم مثلا متفائل عملنا 180 ليله ما اتغيرتش ثانيه، يعني بنفتح الساعه 9 بنقفل الساعه 12، نفتح الساعه 8 نقفل الساعه 11، ما فيش جمله زادت، ما فيش حد يلخبط ولغوش وعمل له، لا الشغل عامل بالمسطره بالدقه زي ما المخرج عملها اول يوم، زي ما احنا سلمنا له العرض اخر يوم بنفس الدقه ونفس الحلاوه. يعني انت كده هتعمل لي قيمه؟ قال لي لا انت قيمتك اكبر من كده، بس لازم اجي. فقلت له تشرفنا. قال لي ممكن اجي يوم الخميس؟ تشرفنا طبعا، احنا موجودين. وجي على هذا الاساس. يعني أستاذ صفوت حجازي مدرب ورشة الإدارة المسرحية، أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق. أنا شكرا بشكرك جدا. ما زلنا في متابعة لفعاليات مهرجان المسرح المصري، وسيبنا نفسنا، يعني من أول ما بدأ العرض سيبنا نفسنا. عرض سيب نفسك للمخرج الكبير جمال ياقوت، عايزين نتكلم عن العرض. هو الحقيقة العرض أصلا متاخد مع نص أسباني للكاتب الأسباني مارك إخيا، وترجمته الدكتورة نبيلة حسن ضمن مجموعة من النصوص الميكرو تياترو اللي اتنشرت في مجلة المسرح. والحقيقة احنا اشتغلنا بقالنا 3 سنين بنشتغل على نوع هذا النوع الدرامي يعني الجديد اللي هو الميكرو تياترو، وعملنا 3 ملتقيات منه. عجبتني فكرة النص جدا، لكن النص كان زمنه حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقة، فطبعا قعدت كتبته مرة تانية وعملت عليه شغل الدراماتورجيا النص، وقدمنا العرض ده. ولانه مونودراما فالحقيقه انه كان لازم انه يكون في تنويعات في العرض تخلي الجمهور وهو قاعد ما يزهقش، لان المونودراما ممثل واحد، فلو احنا قعدنا 10 دقائق حتى وهو ممثل واحد اللي بيتكلم الناس هتزهق. فاشتغلنا بقى في الاخراج وفي الدراماتورجيا النص عشان نعمل ميدياز جديده. يعني كان في فعلا اعاده صياغه، يعني كل حاجه كانت في العرض تدل على انها طالعه من قلب قوي واحدة مصرية ومعاناتها وأحلامها وطموحاتها، فده أكيد خد من حضرتك وقت كبير. يعني هو الحقيقة أنه أنا اشتغلت النص نفسه عشان نعمل له إعادة الكتابة، كان يعني حوالي 2 أسبوع وخلصناه بشكل كويس مبدئي. بس احنا مع الشغل نفسه بدأنا نطور الافكار، يعني شغل مع فاطمه كممثله الحقيقه هي تعبت جدا، لان احنا لما ندخل في العرض بقى 5 اغاني ورقصات 4 رقصات، والعرايس دي كانت يعني والعرايس كمان طبعا. العرايس الحقيقه انه الحكايه دي حكايه قديمه جدا، انا كنت قريتها زمان، هي مش انا اللي مؤلفها، كنت قريتها زمان وعجبتني، فاحنا وظفناها جوه العرض. الحقيقه انه اللي سمح لنا ان احنا نعمل ده هي القماشه بتاعت النص. النص فكرته ان هي واحده بتساهي واحد عشان تعدي الساعه اللي فاضله من ورديتها، فبتساهي واحد دي كلمه سحريه اعطتني انا فرصه كبيره جدا جدا ان انا احط حاجات حتميه
ودراميا ما تبانش كانها حاجات مرصوصه جنب بعضها. ابهرتينا وفرحتينا وعيطتينا وخليتي فيه مشاعر كتير مختلطه، خليتي الناس مش عايزه تمشي. انا عايزه اعرف انت ازاي عملتي ده؟ مش عارفه. اكيد بصي، هي برضو مجموعه خبرات كتير. انا بشتغل مسرح بقالي دلوقتي 35 سنه بالظبط، 35. وانا عمري 18 سنه، فاكيد خدت خبرات، زائد انه اعتقد انه لما بيبقى حياه الفنان مليانه معاناه بتطلع في الثلث الاخير من عمره، بيطلع كل معاناه العمر. فاعتقد ان انا في السن بتاع تخريج كل معاناه الرحله، فيمكن وقله ان انت ما بتمثليش. انا ما بمثلش، يعني اكتر حاجه انا مركزه عليها في العرض ده اني ما امثلش. العرض ده ما يستحملش تمثيل، العرض ده عايز صدق شديد ومعايشه. وعموما دي المدرسه اللي انا بشتغل منها طول عمري، مدرسه المعايشه. طبعا النص الاصلي ما كانش فيه يعني حاجات كتير زي الاغاني، زي العرايس، كل الحاجات دي تعتبر مدخلات واعاده صياغه للعرض. ازاي تعاملتي معاها انت؟ يعني في الاساس معروفه كمغنيه اكتر من كونك كممثله، والنهارده انت مش بس كنت ممثله، انت ممثله وراقصه ومحركه عرايس وحاجات كتير قوي. يعني المشهد العروسه الاخير بتاع التحرش ده اثر فيكي، صدقتي؟ انا ما حركتش عرايس قبل كده، بس هرجع اقول ان اي فنان عنده يعني مشاعر يعرف يعمل يوصلها، توصيل من خلال الغناء، توصيل من خلال الرقص، التوصيل من خلال التمثيل، التوصيل من خلال العرايس. كل دي فنون مسرحيه اضافها الدكتور جمال ياقوت للنص الاصلي ايمانا منه بمواهبي. عايزاكي تقولي كلمة أخيرة بخصوص المهرجان كعرس فني للمسرحيين بشكل عام، بيعرض حصاد السنة كلها لكل المسرحيين. طبعا يعني مما لا شك فيه انه اهم مهرجان في مصر واهم مهرجان في الوطن العربي، وفعلا انت زي ما قلتي هو الفرح بتاع المسرحيين، واليوم اللي هو يعني ايه يعني بيتجمع كل المسرحيين، بيتجمع كل الأعمال، كل الأنشطة المسرحية على مستوى أصول الثقافة والجامعات والبيت الفني للمسرح وحتى الكنائس يعني كل الناس بتقدر تيجي. بنعرض كم كبير من المسرحيات، وده بيبقى دليل على ان مصر زاخرة وعامرة ومليانة ومتفجرة بالطاقات والإبداعات يعني. ويعني شيء مشرف، احنا يمكن الدولة العربية الوحيدة اللي عندها كل هذا الكم من الأعمال المسرحية، حاجة مشرفة جدا. احنا يعني بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق. يا حبيبتي كل سنة وانتم طيبين. شكرا. وكل مهرجان والمسرح المصري بألف خير. بوسطة اسمه من الوهلة الأولى نعتقد أنه مجرد جواب، بس لما نشوف العرض نلاقي الموضوع أعمق من كده بكتير، يناقش قضايا عدة وعلاقات إنسانية متعددة. ممكن تكلمنا عن التفاصيل بتاعة العرض؟ قلت لهم تعالوا يا جماعة، أنا لقيت جواب كانت بعتها والدتي لوالدي زمان لما كان هو بيشتغل خارج القاهرة، وهي بعتت له الجواب مكتوب في 5 صفحات، وال5 صفحات دول مليانين مشاعر. يعني كمية الأفكار اللي طلعوها جوه خلتني منبهر. وانا بحب غير مناقشه القضايا كمان، يعني في قضايا اوريدي يعني معايشينها وتم مناقشتها في العرض. طبعا زي الغارمات وزي الهجره الغير شرعيه وزي في حاجات كتير، يعني قضايا كثيره موجوده مطروحه، التنمر والغيره على الوطن وفي اللحظه الاخيره دي بنتكلم كمان على هم بيوجهوا رساله، بيقولوا احنا بنتعلم فن ليه؟ رسالة الفن نفسه يعني. طبعا بيقولوا احنا بنتعلم الفن ليه، واحنا بنتعلم الفن في بلد عظيم الفن فيه كان هو المنارة لكل اللي حواليه، والفن فيه عمره ما يموت. العرض ده انت خرجت من خلاله حوالي 40 فنان وفنانة، يعتبر ممكن جزء كبير منهم اول مرة يشاركوا في مهرجان قومي للمسرح المصري، يعني بوابة جديدة فتحتها ليهم. يعني انا فخور جدا
يمكن اكتر كمان من الحاجات اللي انا بعملها في عالم الاحتراف وحتى من الاماكن التانية. معنى ان هم يقدموا عرض مدته ساعة ونص، عرض منضبط وعرض هم مصدقين اللي بيقولوه وعرض هم اللي مرتجلين اللي بيقولوه، دي حاجة كبيرة قوي. انا بالنسبة لي فخر كبير ان انا قدرت اوصلهم المرحلة دي وان هم يشاركوا في المهرجان القومي للمسرح المصري ويقفوا على خشبة مسرح السلام. يعني تم مناقشة عدة قضايا وافكار بديكور بسيط وملابس بسيطة، وقدروا برضو يجسدوا المشاعر والافكار وحتى المزيكا اللي كان فيها نوستالجيا شوية. انا هقول لك حاجة، انا طول عمري في الورش الفنية ببقى ورا الممثل مش قدامه. يعني قدامه اعمل له بقى ديكورات كتير وملابس كتير واضاءات كتير ومزازيك كتير وبتاع، فتبقى انت مخبيه في الواقع. فانا ما بحبش اعمل كده. دايما زي ما انت شايفه هنا عمرو عبد الله هنا عامل الاظرف اللي احنا قاعدين عليها، ده ظرف وعليه ختم ووراه جوابات محطوطه وراهم على كل الكواليس وعلى الخلفيه. ده يعتبر السهل الممتنع زي ده اللي انت بتتفرج عليه طول بالظبط. يعني انت بتدي صوره، احنا بنتكلم يا جماعه عن البريد، ورانا صندوق بريد وحوالينا خطابات وعلى الارض ظرف كبير، واللي احنا قاعدين على البرتجابلات دي شبه مجموعه رسائل مربوطه ببعض كده وبس، مفيش حاجه تانية. مين بقى البطل؟ هم الممثلين. انا عايزه اقول اخيرا شعور خالد جلال عندما يكون مخرجا، ليس رئيس القطاع الانتاج الثقافي، ليس عضو لجنه تحكيم، ليس رئيس لجنه تحكيم، لها احساس خاص طبعا. يعني انا حظي كده ان انا طول عمري من اول ما بدا المهرجان ده، انا كنت رئيس المهرجان ده، كان رئيسه الدكتور اشرف زكي، وكنت انا مدير المهرجان ده اول 4 دورات. وبسبب ان انا طول الوقت في عمل اداري، وان انا طول الوقت لا اما في اللجنه العليا، لا اما في رئيس قطاع الانتاج، لا اما رئيس قطاع صندوق التنميه الثقافيه، لا اما رئيس البيت الفني للمسرح، فعمر ما اتقيمت جوه المهرجان القومي للمسرح كمخرج. يعني دايما اللجنه تيجي تقول لك تيجي تقدم ولادك بس. الراجل ده بره التقييم، الراجل ده ما ينفعش يكون جوه التقييم لان هو في مكان اداري. فبشعر باحساس جميل ان انا بقدم، ان انا هنا برضو ورا الناس مش قدامهم. ان شاء الله يعني بكل التوفيق يا استاذ خالد. وهو يعني لقب الجواهرجي ده مش من فراغ الحقيقه. ربنا يخليكي، وانا بشكرك، وانا سعيد ان انا بتكلم معاكي، لان انت مش بس بتكتبي كويس وفنانه تشكيليه عظيمه، لكن كمان اكتشفنا النهارده انك مذيعه عظيمه كمان. شكرا. سارة وائل نور، حابين نعرف تفاصيل مشاركتك في العرض اكتر. بصي، انا طالعه في دور واحده متجوزه واحد بتحبه جدا، وبيحصل حادثه وبتموت هي وبتسيبه، فهو بيبقى قاعد متضايق جدا ومحتاج ان هو يخلص من حياته وينتحر. فهي بتطلع له في الحلم وبتقول له لا ما تنتحرش، وان الحياه ادتك يعني ربنا اداك فرصه تانية للحياه وكده. واحنا العرض كله بيتكلم عن الرسائل عموما، فان الرساله مش لازم تبقى من 2 عايشين مع بعض، ممكن حد بيبعت رساله لحد ميت او لربنا او كده يعني. العرض كله عباره عن ورشه ارتجال. انتوا ناقشتوا قضايا بعينها في خلال هذه الورشه، ممكن تكلمني اشمعنى القضايا دي بالذات اللي انتوا اخترتوها؟ هو حقيقي دايما كان الاستاذ خالد بيقول لنا انت عايز تقدم فن، قدم فن هادف، قدم فن يفهمه المجتمع، وقدم رسائل من خلال الفن ده. فحاولنا احنا تقريبا 1.5 سنة بنشتغل على ايه القضايا اللي موجوده دلوقتي، ايه القضايا اللي ممكن ان الناس تستوعبها وتوصل لهم رساله، توصل لهم المشكله وحلها من خلال السكتشات اللي احنا عملناها. مازن بوشناق، العرض كان فيه فرايتي كبير قوي في مناقشه قضايا كتير قوي وعلاقات انسانيه متعدده. انا عايزاك تكلمني عن هذه العلاقات. يعني هو اول حاجه انا احب اشكر جدا دكتور خالد على المجهود الفظيع اللي بذله في ان احنا نعرف نطلع، كل واحد ممكن يطلع بكذا شخصيه وباداء احسن في كل شخصيه بيعملها. واحلى حاجه في العرض ان هو يعني كل سكتش من السكتشات بيناقش قضيه معينه موجوده في الزمن اللي احنا فيه، موجوده في مصر. والحلو ان مش بنناقشها بطريقه مش لذيذه، لا احنا بنناقشها بطريقه يعني لطيفه تبقى حلوه بالنسبه للجمهور. اسلام غريب، انت قمت ب3 ادوار في العرض المسرحي بوسطة. التنقل ما بين كل شخصيه وشخصيه في خلال عرض واحد بيتهيألي ده مرهق قوي على الفنان، انت ممكن تكلمنا عن ده؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ خالد انا اولا بوجه له الشكر، لان انا استاذ خالد كان حلم ان الواحد بس يكون معاه، والحمد لله اتعلمت معاه كل حاجه، الارتجال والكتابه، وان احنا نفصل من بين شخصيه والتانيه. هادف مصطفى. أيوة. انت كان ليك دورين في المسرحيه ما بين الشهيد وما بين الهجره غير الشرعيه. قضيتين مهمين عايزاك تكلمني عنهم اكتر في المسرحيه. والله الحقيقه هو موضوع الهجره غير الشرعيه موضوع مطروح على الساحه، ولسه كان عندنا حادثه قريب بتتكلم عن الموضوع ده، فحسينا باهميه مناقشه الموضوع ده. وطبعا دكتور خالد جلال تحمس جدا للفكره وقال ده من القضايا المطروحه المهمه، فشجعنا الحقيقه وتعاون معانا وعمل لنا صياغه حلوه قوي زي ما حضرتك شفتي كده، والحمد لله المشهد طلع زي ما انتم شفتوا، وحسينا ان الفيدباك كان كويس. انت شاركت قبل كده في التلفزيون وشاركت في عروض اخرى، لكن اكيد المهرجان القومي للمسرح المصري لما تكون مسابقه رسميه اكيد هيبقى ليها طعم خاص. ممكن تكلمنا عن المشاركه دي؟ والله كل اللي اقدر اقوله لك يعني اللي انا وسط عمالقه واساتذه كبيره جدا بتتفرج علينا، فكل اللي انا عملته بصراحه اللي انا ركزت في الدور بتاعي كويس قوي، وابتديت اللي انا اذاكر الكاركتر بتاعتي، واهتميت بالتفاصيل، واهتميت اللي انا ابقى واقف على خشبه المسرح بطريقه بروفيشنال، عشان خاطر هم حتى لما يشوفوني يقولوا على الاقل الممثل ده تعب، واكيد احنا بنتعلم منهم كلهم. مناقشه القضايا اللي تم مناقشتها في العرض، ممكن تكلمينا اكتر عنها؟ هنتكلم على قضايا مهمه جدا زي مثلا التنمر، ان التنمر مش بس ان انا اقول لك كلمه تجرحك دايركت، ممكن اقول لك كلام كتير قوي من خلال كلامي يجرحك، فده من اكتر الرسائل المهمه. اختيارات القضايا نفسها ممكن تكلمينا اكتر عنها؟ انتوا ليه عملتوا يعتبر فوكس على قضايا بعينها؟ ايه سر الاختيارات دي؟ بدايه هكلمك على الاطار اللي هو اسم العرض بوسطه، عشان احنا افتقدنا طبعا حاجات كتيره ضاعت، منها الجوابات. دلوقتي بنكتفي بمسج على الموبايل حتى لو فرحه حزن وكده، فطبعا كاطار عرض وملم بيه مجموعه سكتشات مختلفه فيها قضايا كتير، قضيه الرفق بالحيوان، ان احنا ازاي بنتعامل مع الحيوانات، دول ما بيقدروش طبعا ليهم لغه احنا نسمعها ونفهمها. نادر، دي اول مشاركه ليك تحصل في المهرجان القومي للمسرح المصري، ايه شعورك ناحيه ان اول مشاركه ليك تبقى في مهرجان بالحجم ده؟ والله يعني انا فخور جدا باللي حصل، وفخور جدا بالتجربه. طبعا دكتور خالد جلال يعني حلم لاي حد ان هو يشارك معاه في حاجه او يخش معاه حتى في عمل صغير، فالحمد لله يعني ان اول مره كانت كبيره وشاركت في مسرحيه كبيره الحمد لله، فمبسوط يعني. حلو قوي. انت قلت دورك عن الشخص المتطفل، هو العرض ناقش عموما قضايا انسانيه كتير قوي وعلاقات انسانيه كتير قوي، اتكلمنا عن التفاصيل دي ازاي انتوا قعدتوا وكتبتوا ونفذتوا الافكار دي؟ فتره كده استاذ خالد قال لك احنا هنشتغل على موضوع البوست اللي هو الجوابات، اللي دي حاجه جميله الناس كلها ما بقتش موجوده دلوقتي بتنزلوا كله السوشيال ميديا، بتبعت رساله ومش عارف ايه واس ام اس، لا حته الجواب اللي انت كنت بتنزل تجيب ورق او قلم وطبع بوسطه وظرف وبريد، دي حاجه يعني الناس نفسها قوي، دي كانت حاجه جميله والمفروض كنا يعني من بدري نفكر بيها الناس، وجاي الوقت اللي احنا نفكر بالناس بالعرض بتاعنا، عرض جميل، عرض وسط. ما زالت فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري مستمرة، ولأن الدورة بتحمل اسم عادل إمام اتعمل كتاب مختلف هام جدا للزعيم، ولأنه الزعيم لازم كان اللي يكتبه زعيم الكلمة. معانا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف غريب، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أول كلمة استوقفتني الصراحة في عنوان الكتاب، عايزين نعرف ليه حضرتك اخترت الاسم ده؟ هو طبعا هو العنوان من المسرحيه الشهيره بتاعت عادل امام، بس انا لقيت انه مشوار عادل امام في الفن والحياه عموما لازم يبقى تحت العنوان الكبير ده. عاش عادل امام 60 سنه، شاف فيهم كل حاجه، وما كانش مجرد متفرج، ما كانش مجرد واحد بيتابع حدث، لكنه كان يعني جوه الحدث نفسه، منفعل بيه، متفاعل معاه، معبر عنه، احيانا بيصنعه،
يعني مش مجرد ممثل موجود على الساحه زي كتير من الفنانين الكبار العظام اللي موجودين، لكنه كان شخص منغمس في الحدث، مشارك فيه، وبالتالي هو شاف كل حاجه. عادل امام لما نعرف تاريخه على مدى النهارده عنده 83 سنه، بنتكلم على راجل عاصر ملكين احدهما لم يحكم، 9 رؤساء جمهوريه، 3 منهم مؤقتين، فترتين انتقاليتين، ثورتين، 4 حروب. عاش تاريخ مصر كله من سنة 40، من ساعة ما اتولد في مايو سنة 1940 حتى النهاردة، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. فمشوار طويل جدا لعادل إمام. على كل المشوار ده كله هو طول الوقت هو متابع الأحداث، مشارك فيها، حريص على أنه يبقى ليه رأيه وليه وجهة نظره، عمره ما حد يقدر يفرض عليه رأيه، وبالتالي هو شاف كل حاجة، هو عاصر كل حاجة، هو عاش كل حاجة، وهو عادل إمام. عشان كده هو ابن الناس وابن البلد وابن الشارع، ويعتبر عبر عن كل ده. يعني هو كان عنده المساحه انه يقدر يعبر، مش ككوميديان بس، لا بالعكس، يعني قدم القضايا بشكل في دراما وفي تنوع واختلاف. صح بالطبع، صحيح. وبعدين عايز اقول لك انه عادل اكتر ممثل قدر يخدم قضايا بلده بالعروض المسرحيه، بالعروض الفنيه وبالافلام والسينما والمسرح بالذات. يعني عادل امام هو الموازي لام كلثوم في الغناء. ام كلثوم لما تروح تحمل صوتها وتغني لصالح المجهود الحربي في مصر وبره مصر، فعادل امام بيحمل مسرحياته بره مصر وبيعمل عروض. لما يروح اسيوط عشان يحارب التطرف والارهاب، لما يروح سوهاج عشان يوقد فتنه صقر بين عيلتين، لما يسافر اوروبا ويعرض مسرحياته ويجي له الزعيم ياسر عرفات يقول له ما تعرضش في المسرح ده في سويسرا علشان صاحب الفندق اللي هتعرض عنده المسرحيه يهودي صهيوني، فعادل امام يصر انه ما يعرضش المسرحيه هناك الا اذا تغير مكان عرض المسرحيه. وبالتالي عادل شخص يؤمن بقيمه الفن ويؤمن بدوره، واستطاع ان يوظف هذا الدور لصالح قضايا وطنه وقضايا مجتمعه. حضرتك قارنته في الكتاب ب4 فنانين من ازمنه مختلفه، ايه السر ان حضرتك تعمل هذه المقارنه؟ يعني في تاريخ فن التمثيل عموما في الوطن العربي كله في 5 انا بسميهم العظماء ال5، دول اللي ممكن ينطبق عليهم المصطلح الهوليودي نجم الشباك. يعني ايه نجم الشباك؟ يعني الاسم اللي الجمهور بيروح له بصرف النظر عن اي محتوى تاني، اي عنصر تاني مشارك، لا يهمه الممثل الاخر ولا يهمه مين المؤلف ولا مين المخرج ولا يكفي فقط اسمه على الافيش. انور وجدي وليلى مراد في الاربعينات من سنة 45 لسنة 55، ثم عبد الحليم حافظ من سنة 55 من ساعة ما بيقدم فيلم أيامنا الحلوة، ثم سعاد حسني من 59 في حسن ونعيمة، ثم عادل إمام بعد ما ارتقى إلى مصاف النجوم من فيلم رجب فوق صفيح ساخن والمحفظة معايا سنة 78-79 إلى اليوم. هم دول ال5 العظام الكبار في تاريخ فن التمثيل. طبعا في أسماء كتيرة نجحت وأسماء كتيرة ليها حضور وليها جماهيرية وليها يعني شعبية عظيمة، لكن فكرة نجومية الشباك لا تنطبق إلا على ال5 دول. حضرتك تقريبا كتبت عن ال5 دول يعني في كتب منفصلة عن كل واحد، كتبت عن حليم، كتبت عن سعاد حسني، هو اللي كان فاضل الصراحة عادل إمام بقى. بالظبط كده، وده كان حلم على فكرة وكان تحدي بالنسبة لي، واعتقد انه كان نداء قدري كده انه ادارة مهرجان القومي للمسرح تكلفني بكتابة هذا الكتاب عن عادل امام، وفي مناسبة سعيدة جدا على المسرحيين عموما وعلى كل اللي مهتمين بالحياة الفنية في مصر. احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا المرجع الهام وعلى الحوار مع حضرتك. يا فندم اشكرك جدا، شكرا جزيلا. انا همسك حته قد كده.